ما لقيتش حاجة أنسب من كده ممكن أتسلى بيها وأنا بصور لكم الفيديو ده. يعني بصراحة الجو تلج، عمايل إيديا وحياة عينيا. مبدئيا أنا مش راضية عن الميك اب، مش راضية عن الإضاءة، أنا مش راضية عن أي حاجة في الفيديو ده. بس أنا بجد راضية قوي عن الكلام اللي أنا هقوله لكم في الفيديو ده. ونصيحة، نصيحة عشان انت اللي هترجعي تندمي، عشان محدش هيقولك الكلام اللي أنا هقوله لك ده. والله اسمعي الفيديو من الاول للاخر. لو انت مخطوبه مش مخطوبه، لو انت خلاص بقى اتجوزتي، خلاص بقى انت ربنا معاكي زي كده. الفيديو ده بجد هقول فيه كلام مهم، هقول لكم حاجات فعلا فعلا مش هتلاقوا ناس كتير تقولها لكم، ومش هتلاقوا ناس كتير تنبهكم للحاجات اللي انا هتكلم فيها. فلو سمحتي قبل ما نبدا الفيديو اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يتبعت لكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. ولو مش مشتركين في قناتي التانية فانتوا فايتكم كتير، احنا هناك بننضف لرمضان وبنشتري حاجات. روحوا اشتركوا في القناة التانية. هدوق معاكم الاول. عمايل ايديا وحياة عينيا. مم. شفتوا القطمة؟ شفتوا القطمة؟ استنى انا ايه، ممكن اقربكم عليا شوية عشان بس ايه نتكلم عادل مع بعض. طيب، اول حاجة قبل ما ندخل في النقط المهمة اللي لازم تخلي بالك منها في فترة الخطوبة، انا عايزة اتكلم معاكم في موضوع صغنن قد كده. ليه في ناس كتير بتكون مفكرة ان الجواز الصالونات مش بينجح، بيفشل، وفي ناس ما بتحبش اصلا الطريقة دي من الجواز. طب خليني اقول لكم على حاجة، ياما ناس كتير جدا اتجوزت صالونات والجوازة كانت جميلة جدا ونجحت واستقرت، وناس كتير برضو اتجوزت عن حب والجوازة فشلت واتطلقوا واتخانقوا وحصلت بينهم بلاوي. انا لسه شايفة بوست امبارح لواحدة كانت متجوزة ابن خالتها عن حب، وبعد ما حبوا بعض 4 سنين وكانت حامل، عرفت في آخر شهور في الحمل إن هو متجوز عليها، وبعد كده طلقها وأخد منها بنتها وعذب بنتها لدرجة إن البنت توفت. معرفش انتوا سمعتوا الموضوع ده ولا لأ، بس الموضوع ده حقيقي. وابن خالتها وكانوا بيحبوا بعض واتجوزوا 4 سنين واتجوز عليها وخانها وقتل بنته كمان. مش معنى ان الجوازه دي صالونات ان هي مش هتنجح، لا خالص خالص. انا عارفه ان في بنات كتير جدا ما بتحبش الطريقه دي، لما مثلا حد يقول لها انا جايبه لك عريس، ده في عريس قدامي كويس، طب شوفيه، طب مش عارفه ايه. يعني ايه اللي يخوف في موضوع زي كده؟ ايه اللي مش محبوب في موضوع زي كده؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكله خالص ان انت تشوفي العريس. بنات اول ما بتسمع ان في عريس صالونات بيبقى الموضوع مرفوض تماما. بس خليني بقول لك على حاجه ومن الاخر، مش معنى ان جواز صالونات انه جواز فاشل، ومش معنى ان انت اتعرفتي على الشخص ده عن طريق اهلك او عن طريق حد من قرايبكم او حد رشحك ليه ان انت كده مش هتعرفيه او ان انت كده مش بتحبيه. وفي بنات كتير برضو، غالبا البنات دول عندهم مشكله في دماغهم اللي هو ايه، انت جايلك عريس صالونات، لا انا مش هتجوز بالطريقه دي. طب يا بنتي انت مش مرتبطه ومش بتحبي حد، ماشي، بس انا برضو مش هتجوز بالطريقه دي. ما انت يا ترتبطي يا تحبي حد، خلينا نتجوز ونخلص، يا اما توافقي على الصالونات وخلاص. مش توافقي جواز بس تدي فرصه ان انت تقعدي تتكلمي. بنات كتير جدا اتجوزت صالونات والحمد لله جوازتهم ناجحه ومستقره. في المقابل برضو قصص حب كتير قوي بدات وفشلت. فهو الموضوع مش قصه شخص تعرفيه او شخص صالونات، هو الموضوع كله بيكون نصيب وتوفيق من عند ربنا. فما بتفرقش بقى صالونات او حب. احيانا بيجيلك عريس بيكون كويس، ابن ناس، متعلم، بس انت بترفضي لمجرد ان هو جاي صالونات او جاي عن طريق حد او حد مرشحك ليه، انه كده جاي يعاين. طب افرض ما عجبتوش، هو في الاول في الاخر برضو بيكون نصيب. سواء كنت حب او كنت صالونات، فانت في الاول وفي الاخر برضو بتكوني الشخص ده عرفتيه منين؟ ان انت شفتيه. بتكبروا الموضوع في دماغكم قوي ان هو جاي يعايني، لا هو جاي يتفرج عليا، لا هو انا سلعه، لا هو انا معرفش ايه. الموضوع ده صدقيني بيبقى جوه دماغك انت بس، لكن محدش حواليكي بيفكر التفكير ده خالص. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ليه في الموضوع ده. انا بحس ان دي بتكون رجاله عمليه اكتر. واحد ملوش علاقات، مش بيحب حد، مش عارف يختار عروسة، فبيختار ان هو مثلا يكلم مامته خالته، شوفي لي بنت كويسة تبقى بنت ناس محترمة متعلمة تصوني، تكون عايزة تفتح بيت، تكون عايزة تستقر. فهو الموضوع بيبقى كده. انا شايفه ان ده راجل بيكون مسؤول، بيشتغل، مش لعب عيال. ولا انت بقى عايزة واحد يرتبط بيكي، يضحك عليكي يقولك اهلي هيجوا اهلي مش هيجوا، طب اصبري شويه، طب لما اخلص جيش، طب لما اكون نفسي، طب لما ليه بنحب نعمل في نفسنا كده؟ راجل داخل من باب البيت طالب الحلال، اديله فرصة، اديله فرصة. مش هتخسري حاجة، صدقيني مش هتخسري حاجة. بس لما انت ترفضي لمجرد انه صالونات،
لمجرد ان حد جايبه، فوالله العظيم انت كده بتخسري. لما تديله فرصه ممكن يكون هو ده النصيب. انت لما تقعدي معاهم هم مش هيجوزهولك، انا عارفه عشان انا كنت كده. بس بتبقى حاجه خانه او كده، بس معلش معلش، اضغطي على نفسك، اضغطي على نفسك، يمكن يكون هو ده النصيب، يمكن يكون في قبول من اول مره. الخلاصه يعني ان الصالونات مش جواز فاشل. صدقيني الحب مش لازم يجي قبل الجواز. في ناس كتير جدا جدا حبوا بعض بعد الجواز وكانوا كويسين جدا ومتفاهمين جدا والدنيا تمام. ومش معنى ان انت اتخطبتي لواحد بيحبك ان انت كده خلاص بقى في الامان وانت كده ضمنتي نفسك. لا، على فكره عادي، ممكن يغدر بيكي، ممكن يعمل فيكي اي حاجه، ممكن يسيبك، ممكن يتجوز عليكي. يعني ما تفكريش عشان انت اتجوزتي عن حب ان انت كده خلاص بقى، خلاص بقى انا اتجوزت عن حب. طيب ندخل بقى في اول نقطه، وهي ناس كتير بتبقى فاكره ان فتره الخطوبه دي الفترة الوردية، الحياة، الفيلم، المسلسل التركي اللي أنا عايشة فيه. طيب خليني أقول لكم إن هي بتكون كده، بس في نفس الوقت أنا مش عايزاكم تستغلوا الفترة دي إن أنتوا بس تكونوا عايشين في المكالمات والحب والكلام الحلو والورد والخروجات وإن هو يجيلك وتقعدوا تاكلوا وتضحكوا وتهزروا. لا، في نقط كتير قوي وفي حاجات كتير قوي 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 بتبان في الخطوبة، لازم تاخدي بالك منها وإلا هتلبسي في حيط. ركزي، الخطوبة مش بس دلع، الجواز حاجة تانية. الجواز حاجة تانية خالص غير الخروج. وعايزة أقول لكم حاجة، لو انت كنت بتحبي واحد واتخطبتي له وفاكره ان انت كده خلاص عارفه عنه كل حاجه، فاحب اقول لك لا، صدقيني لما تبقوا مع بعض في بيت واحد، ده اللي انا كنت فاكراه. انا كنت فاكره ان انا مثلا عارفه احمد وعارفه بيحب ايه ومش بيحب ايه وحافظاه، انا حافظاه يعني. انا كنا اصحاب وبعد كده اتخطبنا سنه ونص، وبعد كده انا حافظه كل حاجه هو بيحبها، عارف، انا حافظاه كتاب مفتوح. بعد الجواز على فكره في حاجات كتيره جدا جدا طلعت ان انا ما كنتش اعرفها، لان انتوا لما بتعيشوا مع بعض وشكوا في وش بعض ليل ونهار بتكتشفوا حاجات كتير جدا في بعض انتوا اصلا ما كنتوش تعرفوها في بعض. فما تفكريش ان انت عشان بتحبيه واتخطبتي له ان انت كده خلاص عرفتيه. لا، بعد الجواز هتعرفي فعلا بقى. اول صدمه بعد الخطوبه وهي ان انت بتكوني مفكره ان الشخص ده حد تاني، ومع فتره الخطوبه والتعامل بيطلع شخص تاني خالص. لا، مش انت اللي جيت قعدت معايا اول مره، او مش انت اللي انا اتخطبت لك. ده طبيعي، مش عايزاكوا تخافوا او تقلقوا، ده طبيعي. يعني واحد جاي يقعد معاكي اول مره هيعمل لك ايه؟ طبيعي ان هو هيأدي احسن ما عنده. خلي بالك هو كده مش بيضحك عليك ولا حاجه، لا. الطبيعي ان احنا لما بنشوف حد اول مره بنتكلم كويس، بنبقى كويسين. لكن مثلا لو في فترة الخطوبة اكتشفت ان هو بيتعصب، ان هو مثلا بيتضايق بسرعة، ان هو خلقه ضيق، هو بني ادم ودي طباعه. فانت بقى براحتك يا تقبليها يا اما ترفضيها. لكن ما تفكريش ان ايه ده انا اتصدمت فيك انت ما كنتش كده. طب ما هو طبيعي مش هيبقى كده، واحد اول مره يقعد معاكي فطبيعي ان هو مش هيتعصب. لكن لما تتعاملي معاه هتعرفي بقى ان هو ده الشخص اللي انت هتتجوزيه، هو ده الشخص اللي انت هتكملي حياتك معاه. عشان كده بقول لكم لازم تركزوا في كل حاجه بتحصل في فتره الخطوبه، عشان يعني بناء على اللي هتشوفيه هتقرري انت هتكملي الجوازه دي وهتعيشي الحياه دي مع الشخص ده ولا لا. كنت فاكراه هادي طلع عصبي، كنت فاكره ان هو رومانسي طلع عملي اكتر. يعني مثلا احمد في الخطوبه كان رومانسي وكلام حلو، بعد الجواز يعني ما بقاش كده، وده طبيعي. فانا مش عايزاكم تحطوا يعني توقعات عاليه قوي قوي وعشان ما تتصدموش في الاخر، سواء بقى في اخر فتره الخطوبه او بعد الجواز. فانت حاولي ان انت تفهميه اكتر، ما تقوليش ايه ده انا اتخدعت فيك. انا لا، انت ما اتخدعتش فيه ولا حاجه. انت كده بتعرفيه، هو كده بيتعامل معاكي بطريقته العاديه اللي بيتعامل بيها عادي. هو كده بيتكلم على طبيعته، هو كده بيتعصب عشان حصلت حاجه ضايقته. فانت ما اتخدعتيش فيه ولا حاجه. حاجات بنشوفها ونعديها ونقول مش مهم، عادي هيتغير بعد الجواز. اسلوبه وهو متعصب لازم تخلي بالك، اسلوبه وهو متعصب لسانه سليط، بيغلط فيكي، بيقل ادبه. لان في ناس كتير قوي في فتره الخطوبه بتشتم وبتقل ادبها. الناس دي بعد كده ممكن توصل ان هي تضرب وتمد ايديها. فلازم برضو تخلي بالك، يا اما تحاولوا ان انتوا تصلحوا الدنيا، يحاول ان هو يتحكم في نفسه، يحاول ان هو يمسك لسانه. وبرضو كل واحدة فينا تقبل الحاجة او ما تقبلهاش. يعني مثلا ممكن انا ما اقبلش حاجة زي كده، ممكن انا عشان بحبه فهتغاضى عن حاجة زي كده، بس انا بقى عشان بحبه فهتغاضى عن حاجة زي كده. فانا طبعا بتكلم هنا على الصالونات واللي مش صالونات. فانا بقى اللي هشيل الليلة بعدين، فما ارجعش الوم الا نفسي. زي مثلا هو بيقلل من رأيك، مش بيهتم مثلا لحاجة انت قلتيها. يعني مثلا في تجهيزاتكو بياخد رأيك، شقتك بتجهزيها ولا هو بيعمل كل حاجة من دماغه. ولازم بقى تبقي فاهمة ان انت طول حياتك هتفضلي ماشية على مزاجه هو، انت استحالة هتقولي حاجة وهو يوافق عليها. اهله بيتدخلوا، هنتكلم عن اهله دي بالتفصيل بس قدام شويه. تهتروا بزعلك، قماص مش بيتصالح بسهوله، تقعدي ترني عليه مش بيرد عليكي،
بجد كل دي حاجات مستفزة، وفي رجالة كتير وقت غضبهم للأسف زعلهم بيكون وحش، بس بيكونوا برضو على الناحية التانية هم كويسين وحنينين. بس يعني في حاجات زي ما قلنا هنقبل ان احنا نعديها ونكمل، عشان احنا بني ادمين وطبيعتنا بشر وكلنا بنغلط وكلنا مليانين مليانين عيوب. وفي حاجات طبعا استحالة ان احنا نكمل بالوضع ده عليه، بيهددك كل شويه بيقولك انا هسيبك، انا مش هكمل، انا مش عايزه اكمل الجوازه دي. انا بيتهرب مثلا من حاجه، يعني مش معنى ان انت بتحبيه ان هو مثلا يقلل ذوق معاكي، يبقى ضامن وجودك ان انت بتحبيه، ومهما يعمل فيكي انت مش هتقدري مثلا ان انت تاخدي موقف. بيزعلك كتير قوي وبيصالحك يعني. هتعاني بعدين، هتعاني بعدين في الحوارات والمشاكل والقمص وقلة الأدب، يعني دي هتبقى معاناة بعدين، وهيبقى في أطفال فلما يشوفوا طريقته معاكي هيعملوا هما كمان زيك. فدي نقط كتير قوي نركز فيها. انا ما ينفعش اقول لكم مثلا النقطه دي لا اوعوا تعملوا كده، لان انا ممكن اقبل حاجه ممكن انت ما تقبليهاش، ممكن انا ما اقبلش حاجه انت بالنسبه لك عادي. فانا بقول لكم الحاجات اللي تخلوا بالكم منها، وانتوا بقى على حسب شخصيتكم، على حسب انتوا هترضوا ايه على نفسكم ومش هترضوا ايه، وتقرروا ده. لكن انا بقول لكم النقط اللي تركزوا عليها، والقرار في الاول وفي الاخر هو ليكم انتوا. لازم طبعا تسالي عليه، تشوفي بيعامل اهله ازاي، بيعامل اخته ازاي، بيعامل صحابه ازاي، بيعاملك ازاي قدام الناس، قدام اهله، بيعاملك ازاي وانتوا لوحدكم. لازم برضو تركزي في الحاجات اللي زي كده. بيعامل مامته ازاي، بيحترم مامته وباباه ولا لا، بيتكلم على اصحابه بطريقه مش حلوه، بيتكلم على اصحابه في الشغل بطريقه مش كويسه، بيحترم الناس اللي اقل منه والاضعف منه ولا لا، قلبه حنين ولا لأ، عنده ضمير ولا لأ، ضميره شغال، ما بيقبلش حاجة حرام، ما يقبلش ان هو يدخل بيته فلوس حرام، ما يقبلش ان هو مثلا يكذب في حاجة، يشهد شهادة زور. لازم تخلي بالكم من الحاجات دي كلها. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، ودي اتطلبت مني ان انا اعمل فيديو مخصوص عشانها، بس برضو انا مش هعمل الفيديو ده للأسف. انا هتكلم في كام نقطة كده، وهي الأهل. اهل خطيبي اتعامل معاهم ازاي، او اهل جوزي اتعامل معاهم ازاي. بصوا انا ما اقدرش برضه احكم في حاجه زي كده، بس انا هقول لكم عموما في فتره الخطوبه ايه الحاجات اللي انتوا لو شفتوها ما ينفعش ان انتوا تكملوا، لان انتوا فعلا هتعانوا مع اهل خطيبك بعد الجواز، خصوصا لو انت كنت في بيت عيله. تدخلهم الزياده الاوفر، او مش هنقول تدخل، هنقول تحكمات. يعني مثلا ان هم يتحكموا هتسمي بنتك ايه، يتحكموا مثلا في فرش شقتك، كل ما مثلا تروحي تختاري حاجه في الشقه تلاقي مثلا جايب لك امه وجايب لك اخته وجايب لك خالته. ما فيش حاجه اسمها كده، دي شقتك وده بيتك. انا ما بقولكيش ان انت تمنعيهم ان هم لا، برضو ده ابنهم وهم فرحانين بيه وعايزين يشوفوا حاجته وكده، ما فيش مشكله، بس الاختيار الاول والاخير يكون ليكي على ذوقك. ذوقك انت وهو، مش من حق حد خالص ان هو يتدخل في حاجه. ممكن حد يقول رايه، مفيش مشكله، على عيننا وعلى راسنا. يعني انا وقت تجهيزات الشقه بتاعتي انا كنت عايزه اجيب ركنه واجيب بدل السفره اجيب انتريه، بس ساعتها كنت بتكلم انا وحماتي وقالت لي لا وكذا كذا كذا، والانتريه مش عارفه ايه وبراحتك، بس انا شايفه كذا. فاقنعتني، يعني اقنعتني ان السفره اهم من الانتريه. انا اصلا ما حدش بيجي لي، انا واحمد دايما قعدتنا على ركنه، فكنت هجيب انتريه تاني ليه؟ ف... فهو فعلا ما كانش له لازمه. السفره برضو انا حاسه ان هي ملهاش لازمه ومش بنستخدمها كتير، بس يعني برضو ان هي حاجه مختلفه. انتوا فاهمين قصدي؟ مفيش مشكله ان انت تسمعي رايهم، بس في الاول وفي الاخر يكون القرار لك انت. مش تروحي مثلا شقتك تلاقيهم جايبين حاجه انت اصلا ما اخترتيهاش. لان انا حرفيا في بنات اقسم بالله بتبعت لي على الانستجرام، انا حرفيا والله العظيم انا بزعل جدا جدا على البنات دي. يعني في واحده كلمتني، هي اكيد مش هتزعل ان انا لو حكيت حاجه زي كده. كانت بتقول ان هي اخت جوزها، هي مامته ميته وليه اخت، وهي بقى بتتدخل في كل حاجه. في ولادتها اتدخلت، في اسم بنتها اتدخلت، في عفشها اتدخلت، في فستان فرحها اتدخلت، مسيطرة على جوزها. هي أخته الكبيرة دي مسيطرة عليه بطريقة ما بيعملش كده إلا لما لازم أخته دي تقول له ماشي اعمل كده. بتتدخل في كل حياتهم، عارفة كل حاجة عنهم. فده مش مقبول، ده أصلا مفيش نقاش في الموضوع، ده مش مقبول. أنا معلش أنا واحدة يعني عايشة اتجوزت، ليا بيتي وجوزي وحياتي، مش من حق حد ان هو يتدخل في تفاصيل حياتي، مش من حق حد ان هو يعرف عني حاجه. وخدي بالك برضو ان هو ما يكونش بيروح يحكي لاهله كل حاجه مشكله بينكم، حاجه حلوه بينكم. مش المفروض ان مامته واخواته وعيلته تكون عارفه كل حاجه بينكم. ده مش طبيعي. لازم يكون في سر، ده انتوا هتكونوا بيت، فالبيوت اسرار، اسراركم ما ينفعش تطلع براكم، ولا انت برضو تقولي لحد ولا هو كمان يقول لحد. فحوار التعامل مع الاهل ده زي ما قلت لكم انا بالنسبه لي دي ما فيهاش اوبشن. تدخل بالطريقه الفضوليه الفظيعه دي
مش مقبول، انت كده مش هتتجوزيه لوحده، انت كده هتتجوزيهم كلهم عارفين عنك كل حاجة، يتدخلوا في كل حاجة، يغصبوا عليكي في كل حاجة. لازم يكون جوزك او خطيبك ليه رأي، ليه قرار. ده واحد انت هتتجوزيه لازم يكون امان وحماية ليكي من اهله، من اي حد في الدنيا. ما ينفعش حد يزعلك، لازم يجيب لك حقك. هتقولي اه هيتخانق مع امه واخواته، هو مش هيتخانق معاهم، بس اي حد في الدنيا لازم يتحط له حدود، حتى لو امك واخواتك. يعني حتى لو امه واخواته لازم يتحط لهم حدود. تيجوا معانا تتفرجوا تشوفوا عادي، اللي هو المشاركه، بتشاركي. ودول برضو انا عاوزاكي لما كده تعتبري دول اهلك، مش بس ان هم اهل خطيبك او اهل جوزك، لا دول اهلك. والله انت قدمي الخير، قدمي الحب والود، خدي رايهم، اسمعي، لكن محدش يغصبك على حاجه، محدش يختار لك حاجه، لان مش من حق حد بصراحه ان هو يعمل كده. فدي زي ما اتفقنا، انه لو لقيتي تدخل وفضول وحاجات اصلا وضع غريب، طبعا اوعي تكملي، لان انت هتعاني بعد الجواز. نيجي برضو لنقطه مهمه، فتره الخطوبه، الثقه. هو بيثق فيكي ولا لا؟ هو لو مش بيثق فيك وانتوا مخطوبين، استحاله يثق فيكي بعد الجواز. يعني ما ينفعش مثلا ان انت تكوني في مشوار مع صاحبتك، تلاقيه بيرن على صاحبتك يقول لها اديني مثلا كذا، اللي هو كتاكيد، عايز يتاكد ان انت فعلا مع صاحبتك دي، ان انت فعلا مش مع حد تاني. ده مرفوض، ده مرفوض. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. احنا دلوقتي مخطوبين، مفيش بينا ثقه، امال انت هتسيبني في شقه لوحدي بين اربع حيطان وتنزل تروح شغلك ازاي؟ هتنزل تروح شغلك وانت شاكك، شاكك فيا؟ يعني هو ده طبيعي؟ في فرق بين الغيرة والشك. الغيرة عادي، كل الرجالة اي واحد بيغير على مراته او خطيبته، لكن ان انت تشك فيا، يا ترى هي بتعمل ايه دلوقتي، يا ترى هي قاعدة مع مين، يرن عليكي فيديو كول يشوفك انت بتعملي ايه، هو ايه ده؟ ده برضو مرفوض. ده انت حرفيا تخيلي مثلا كده لو انت في البيت وهو راجع من الشغل وجي لقى مثلا الباب مقفول بالمفتاح، ده يا ليلى طين، انت قافله بالمفتاح، بتعملي ايه قافله على نفسك بالمفتاح، انت بتعملي ايه؟ فالشك ده برضو حاجه صعبه جدا. يعني برضو موضوع صعب، في معاناه. بعدين نيجي برضو لحاجه مهمه، تشوفي هو بخيل ولا كريم. طب هتعرفي بقى الموضوع ده ازاي؟ هقولك. مش لازم طول فترة الخطوبة انه يقعد يجيب لك في هدايا، يديكي فلوس، يجيب لك زيارة لبيتكم. بصي مش لازم، يعني خلينا نكون رحيمين برضو. زي ما احنا مثلا اهلنا بيتعبوا وبيجهزونا وبيحوشوا وبيدخلوا جمعيات، هو كمان برضو انت كوني رحيمة عليه. انا مثلا كنت بقول لاحمد، بقول له ما تجيبش حاجة مثلا، مش لازم كل مرة تيجي تجيب حاجة معاك او تجيب لي هدية او تديني فلوس، مش لازم. فعلى الأقل كل فين وفين يعمل كده. المناسبات طبعا، بص ما فيش حد في المناسبات في فترة الخطوبة ما بيجيبش هدايا. مواسم بقى هدايا على حسب، جه عيد عيد عليكي. انا عارفة ان في ناس بتقولي ايه ده جوع وانتي مستنية، مش لا هو مش كده خالص يا جماعة، هو المسألة بتكون بس تقدير، ودي حاجات بتبين لك الشخص ده بخيل ولا يعني بيصرف عادي. ومش لازم ان هو يكون بيصرف بيبعزق، لا بس على الأقل يكون الواجبات، يعني ان هو بيعمل الواجب اللي عليه. مثلا جه عيد لازم يعيد عليكي، جه عيد ميلادك ممكن يديكي ايه، ممكن يجيب لك هديه، ممكن يجيب لك فلوس. اما بقى لو انتوا كنتوا مع بعض كده 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 كده، انا مثلا كنت بقول لاحمد لا مش مهم، احنا مثلا اولى نجيب كذا للشقه، اولى نعمل كذا، لا ندفع كذا. فعلى حسب بقى انتوا علاقتكم ازاي، لكن هو المعروف ان اي مناسبه آم، بيدفع فيها فلوس يديكي فلوس، اي مناسبه يكون لازم يجي فيها هديه لازم يجيب لك هديه. طبعا بعد الجواز اصلا الحاجات دي بتبقى يعني اخر هم، يعني اخر حاجه المناسبات والاعياد والكلام ده كله. يعني اخرجي معاه مره، شوفيه هيقعدك في مكان كويس طبعا، اللي هو يقدر عليه. يعني انت اكيد عارفه مستواه، عارفه مثلا مستواه عامل ازاي. يعني مثلا انا عارفه ايه المستوى مثلا اللي احمد يقدر يدخل لي المطعم ده. في مطاعم كتير غاليه، لا انا مثلا مستواي ان انا ما اقدرش ادخل مكان زي ده. فانت هتشوفي بقى هو مستواه اللي انت عارفاه وعارفه يدخله ايه، هيوديكي فيه. دخلك مكان كويس محترم، مش غالي ومش رخيص، حتى لو سعره اقل من المتوسط مفيش مشكله، اهو عمل اللي عليه. لكن طبعا هياخدك يلففك في الشوارع، يجيب لك حاجه كده او كده، وهو قادر ان هو يقعدك في مكان وتتغدوا، مش هتتغدوا تشربوا حاجه تاكلوا حاجه حلوه، وما عملش كده، فطبعا ده كده بيدل ان هو بخيل بخيل بخيل. لازم برضو تخلوا بالكم من نقطه البخل دي، عشان اكيد ما فيش واحده فينا تحب ان هي تعيش مع راجل بخيل يعني. حاجه كمان بقى، ان انتوا طبعا في اول الخطوبه بيكون في اتفاق مثلا ان احنا هنجيب كذا وانتوا هتجيبوا كذا، طب الشقه هتتشطب كذا. انا عارفه ان ده في الاخر بيجي عليه اختلافات، بس ما ينفعش تكون في قعده الاتفاق اللي كان فيها رجاله كتير
يجوا يقولوا لا احنا مش هنجيب ده، لا احنا كان في بينا اتفاق، فما ينفعش ان انتوا ترجعوا في الكلام. وايا كان بقى بتحبيه ما بتحبوش، طبعا لازم يكون في قايمه يمضي عليها. على فكره القايمه دي آم، عادي ان هي يحصل فيها نقاشات، انه مثلا لا السعر كبير، لا السعر قليل، لا طب احنا هنشيل كذا، لا احنا طب هنحط كذا، عادي. مش معنى كده ان هم ناس مش كويسين، لا عادي، ده بيبقى اتفاق. فانتوا بتتفقوا بتتراضوا انتوا الاتنين في الاخر. يعني لو حسيتوا مثلا ان حصلت مشاكل على القايمه او كده، فما تخافوش، ما تخافوش من الناس دي او كده، لا عادي. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بيحصل عليها نقاشات، فحاجه ما تخوفش. طب لو انت مثلا مخطوبه لواحد وانت نفسيا مش مرتاحه، يعني انت حاسه من جواكي ان انت مش مرتاحه، ارجوكي ارجوكي اسمعي لاحساسك الداخلي عشان هو بيكون صح. حاسه ان انت مش مرتاحه، حاسه ان انت مش مبسوطه، حاسه ان في حاجه غلط، حاسه ان انت قلبك مش مطمن، فكل دي بتكون اشاره ان في حاجه غلط. يا اما بقى تقعدي تدوري تحاولي تفهمي ايه الحاجه الغلط. ممكن تكون حاجه انت مش شايفاها، بس احساسك ان انت مش مرتاحه كده للشخص ده. عارفه انت لما تشوفي حد تحسي ان انت مش مرتاحه له كده، مع انه ممكن يكون مثلا كويس، بيعاملك حلو، بيجيب لك هدايا، بيقول لك كلام حلو، مش عارفه إيه، بس انت من جواكي مش مرتاحه لك كده. يعني لازم برضو تركزوا ان انتوا تسمعوا لاحساسكم الداخلي. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلوا فتره الخطوبه يعني مدة كويسة ان انت فيها تشوفي الشخص ده يظهر معاكي على حقيقته. لان في ناس كتير جدا جدا بتمثل طول الفترة دي، بتمثل. فلازم تخلوا بالكم، خلوا الفترة كويسة، مدتها كويسة، ان انتوا تعرفوا الشخص ده، تحطوه في مواقف كتير، يعني اختبروه اختبارات كتير. اخر حاجة بقى عايزة اقولها لكم، وبجد بجد دي نصيحة وقلتها لكم قبل كده، اوعي 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 ان انت توافقي على عريس لمجرد ان انت مثلا في مشاكل مع اهلك، عايزه تخلصي من بيت اهلك، فعايزه تروحي بقى تشوفي حياتك ويبقى ليكي حياتك الخاصه وكده. اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده. ان ما كانش الشخص ده هو ده اللي انت عايزاه وهو ده المناسب، اوعي توافقي على اي حد وخلاص لمجرد ان انت عايزه تهربي من حاجه تانية. ما انصحكيش. وبس كده يا جماعه، ده كده بصراحه كل الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. يعني حاسه ان انا قلت كل الكلام اللي كان في دماغي. اكتبوا لي يا جماعه عاوزين فيديوهات عن ايه، لان انا بجد دماغي واقفه مش عارفه اصور لكم فيديوهات عن ايه. بس انا عايزه اصور لكم فيديو عن اول سنه جواز، عشان بجد الفيديو ده حلو قوي. خلوني بقى دلوقتي اقول لكم على المسابقه. والمسابقه دي هتكون على الدريس التحفه ده. هو دريس كده قطيفه معاه حزام التيكت بتاعه، من عند الوسط كده فيه كسر دي من ورا ومن قدام. تمام. وهو طويل لحد تحت. هو لونه زي ما هو باين في الصورة بالملي ده كده لونه. تمام. هختار البنت بقى ازاي؟ معرفش، عشوائي. هو ده هيكون نصيب، هختار عشوائي زي ما اتفقنا ان انا هختار عشوائي من الكومنت، مش اكتر واحدة ولا اقل واحدة، لا يعني عشوائي كده هختار ان شاء الله. كل اللي عليكم بس ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتروحوا تشتركوا في القناة التانية. بس انا مش عايزة منكم اكتر من كده، طبعا كومنتات حلوة بقى وبس كده حلوين. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.